يوتيوب بعت لي ميل بيقول لي نورهان وصلتي 10,000. بس قبل ال 10,000 وقبل اصلا اول فيديو كان كل اللي بيجي في بالي هل حد هيشوف الفيديوهات دي، وهل فعلا في ناس هتكون مهتمة، لدرجة اني سألت نفسي هل هوصل 1000 مشترك حتى. ولكن لما بدأت انشر فيديوهات وحطيت نفسي على الطريق لقيت انه ايوه عادي في ناس مهتمة بنفس الحاجات اللي انا مهتمة بيها، وفيديو ورا فيديو. وكل الرسائل اللي كانت توصلني لما مثلا اقطع اسبوع او منشرش، او انكم تدخلوا تقولوا لي نورهان الفيديوهات بتاعتك حلوه، وكل الكومنتات اللي كانت توصلني كانت بتديني شعور بالدفء والانتماء، وده كان بيخليني كل مره احط جهد اكتر وانا مبسوطه. اهلا بيكم في يوميات القاهره احتفالا بال10,000 متابع. وطبعا ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس. بحبكم من كل قلبي. هعمل لكم اوتفيت تشيك الاول. ايه رايكم؟ حلو صح؟ كنتوش متوقعين وانا والله برضو ما كنتش متوقعه، بس قلت ايه ده هي طويله قوي. الطرحه الموديل، بصوا يا جماعه هقول لكم على حاجه، انا بجد بحب الطرح الشيفون جدا فوق ما اي حد ممكن يتصور. خنقه الموديل دي تنفع في الشتاء، وانا اصلا كمان ما بلبس موديل في الشتاء، فيعني تقريبا هي دي المره الوحيده اللي انا هعمل فيها الموضوع ده. اكيد مش هحلف عشان ممكن اعمله فعلا عادي، محدش ليه عندي حاجه. بص بقى، كنت عايزه البس الشنطه دي، ونفسي بجد بقى ان انا ارجع البس الكروس تاني، بس ما بينفعش، مش هينفع البس الكروس، فهاخد حلبتنا. بجد طولها الطويل الاوفر ده معصبني، مش عارفه بقى اجيبها كده ولا كده. الطول الاوفر ده بس استنى هعملها من هنا بقى كده. اوكي مقبوله. كل جنيه اتدفع في النضاره دي هو في حد ذاته استثمار. بصوا لو اقول لكم الجو قد ايه تحفه، قد ايه تحفه، قد ايه 10 من 10 مش هتصدقوا. اصلا في غيوم في السماء ويعني شكلها حلو، شايفين في غيوم. الاجواء دي عارفين بدايات شهر 10 كده لما الشتاء تبدا تدخل، هو ده الجو بقى. يا ربي مبسوطه قوي. اصلا في بدايات الشتاء كده، او يعني لما شهر 10 يكون جاي داخل، بتعتريني سعادة لمدة شهر. ببقى مبسوطة قوي 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 بجد، وبيبقى عندي حزن كده وهو الصيف داخل. ودي حاجة يعني في حاجة في مشاعري كده، انه بتبقى عندي سعادة غامرة في بدايات شهر 10، عشان انا انسانة بحب الشتاء قوي وبحب كل حاجة في الشتاء. ويعني بصوا اكتر بس حاجة ما بحبهاش في الشتاء انه الليل بيطول والنهار بيقصر، ده بيأثر عليا في حاجات معينة، لكن غير كده الله
حلوة قوي. بص الهوا جميل جميل جميل. الله. وحتى لدرجة انه انا بجد يعني عيني في الشمس مش حامية خالص، بالعكس الشمس لذيذة وجميلة. والبتاع اللي انا لابساه الجينز ده مش عارفة ليه ما كنتش بلبسه في الشتاء، بس يعني احيانا بحس ان انا من نوعية الناس اللي لما بتجيب حاجة مش على طول بتلبسها، يعني ممكن مثلا تسيبها شوية وبعدين تبدأ تلبسها. في حاجات بلبسها على طول، في حاجات لا، بس اغلبهم لا بصراحة. فالبتاع ده كان هيحررني قوي 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 لو الدنيا النهارده كانت حر، بس الحمد لله الجو النهارده رائع 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 فوق مستوى الرائع برائعين. وكفايه تغزل في الجو بقى خلاص، يعني I'm done. على الاخر ما شاء الله. Hi you guys. Hello and welcome back to Nurhan's channel. ايس كراميل ميكاتو عادي جدا، بيسك النهارده. لوتس فرابي. ناكل الاول متغلطيش غلطتي، بس مش قادرة بصراحة. احنا النهارده نازلين نحتفل بنونو عشان عندنا بقيت 10K على يوتيوب. So happy for you. So proud بجد. فاكرة في شهر 9 لما كنا في المكتبة؟ كنت متعصبة قوي ان انا كل ده ما وصلتش لل10,000، بس she made it. نازلين نحتفل بالانجازات، بس ما بقتش صغيرة خلاص، الانجاز كبر. طبعا رحنا مكتبة الحرية، ما نقدرش ما نروحش. احنا يجرالنا حاجة لو ما رحناش مخبوزات الحرية عموما. دخلي بقى الحاجات دي تاني تحت عشان محدش يجي يقول لنا ايه. تحفة 10 out of 10. تعملي فلوج في فرحي؟ ده اكيد. هسميه نونو's wedding. انا مش حاطه اي هم ان كل حاجه تبقى دوكيومنتد عشان انا معايا نونو. she's gonna take care of it. ان شاء الله على وقتك يكون معايا كاميرا صورني واصورك بقى وكده. عموما متحمسه قوي. مناقيش سوسيس. Cheers. Reapply online. Hello guys. المفروض ان ده long lasting. بصوا يا جماعه I'm gonna tell you something. I don't care اصلا about انه اشتري حاجه long lasting او اللي هو water proof والكلام ده لسبب من الاسباب. I love reapplying البرودكت، خصوصا الليب برودكت. I love to reapply. Okay, I live to do my lip combo. يعني I live for this. تقريبا علشان احط جلوس
مش هيعمل. بس بصوا عمل على خرط على ايده. لا انا بقى ايه، بحب الحاجات اللونج لاستنج. بحب الحاجات اللونج لاستنج في الليب لاينر عشان انا ما بحبش اعمل ري ابلاي للليب لاينر. You guys, I'm gonna show you. I'm gonna do like YouTubers. دايما لو قلت لك عليه جبت يوتيوبر عسل يتاكل اكل. انا مش عارفه بعد الجلوس بتاع فيكتوريا سيكريت لما يخلص هعمل ايه. يا رب يفضل مدى الحياه. عموما نورهان معاها الليب جلوس ده من سنه الله اعلم، وانا يعني في خلال السنه دي خلصت. عارفين بتاع ساندرا اللي هي كانت جايبهولي؟ هو لسه عندي. انا كنت جايبه واحد معاه في نفس الوقت خلصت. اوكي let's show you something. طبعا انا ونور كنا بقالنا كتير قوي 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 بنتكلم على موضوع انه بقول لك استني اوكي يو جايز، بصوا انا ونورهان كنا بنتكلم كتير قوي عن موضوع انه لما تجيب ال 10,000 ويعني we wanted to celebrate it وكده. بس I had to do something special عشان نونو is special. she's a very special girl. امسكي بقى ده كده. انا ما عنديش اي معلومه عن اللي هي هتعمله، بس انا كنت عايزه اقول حاجه، ان انا ما كنتش من النوع اللي بيحتفل بالخطوات الصغيره ابدا. يعني انا ما كنتش الشخص ده. خطوات صغيره this is a one big step. ماشي. لا يعني قصدي اقول لكم على حاجه في البروسيس اللي هي لما كملت 5000 باين او كده. عموما نوران كانت مبسوطه قوي، وانا يعني كنت نوعا ما منعه ان انا احتفل، وقلت لا مش هحتفل، وان انا هحتفل بس لما اوصل لل 10,000 علشان تبقى الفرحه كبيره، وان مشاعر الفرح مش عارفه ايه والكلام there is nothing okay there is nothing called فرحه كبيره فرحه صغيره. every step يعني is a big step. every step is an important step عشان مفيش حد بيطلع الدرجه الاخيره من السلم قبل ما يكون عدى على كل الدرجات اللي تحت. اوكي ما هي بقى انا اتعلمت الموضوع ده منها. يعني هي دايما كانت بتحب ان هي تحتفل بابسط حاجه، فانا اتعلمت الموضوع ده منها. تاني حاجه بقى بالنسبه لي انه هقول لكم يا جماعه، فكره انه الواحد احنا دايما بنفضل نرومانتسايز النتيجه النهائيه. طيب وات اف انه الحياه كلها مش about النتيجه النهائيه، او ان انا مثلا ما وصلتش للنتيجه اللي انا كنت حاطاها في بالي but actually وصلت لحاجه تانية خالص I didn't expect it. let's say احنا بنقعد نحط في دماغنا حاجات معينه واكسبكتيشنز معينه بتبقى عامله زي الصندوق كده اللي احنا بنحبس نفسنا فيه. this is not right. ناس كتير قوي بتقعد تقول انه it's about the journey فلو هي it's actually about the journey let's romanticize the journey. let's romanticize the steps within the journey. فنونو هذا هيلا big of a journey لحد دلوقتي. I am so proud of her. I wanted to give her something. امسكوا بقى ويعني استعدي. غمض عيني. اوكي افتحي عينيك يا نونو. ايه ده؟ نوران دي حلوه قوي. ذوقي. لا دي بجد حلوه قوي. ذوقي يو جايز. بتبرق قوي وحلوه ورقيقه زي نونو. خدي لبسها لي. You love it؟ ايوه القلب حلو قوي. I know. شكرا قوي بجد. حلوه قوي عجبتني.
الله يبارك ان فيك. شاء الله عقبال اجيب لك واحده لؤلؤ حقيقي. ماشي موافقه. طب ما احنا كان ممكن نعديها من العبط الحجابي. حلو قوي. تحفه. حلو قوي بجد. عارفه احيانا بحس ان انا بخاف من الهدايا. ليه؟ علشان في مره، في كام مره كده، او حصلت حاجات يعني كانت الهدايا اللي هي يعني انا بأبريشيت الهديه وان الشخص، بس احيانا بحس انه هما بيجيبوا هديه عشان تبقى هديه مش عشان، فاهمه ازاي؟ يعني مش بيفكروا. بصوا عموما نورهان بتصدمني واعصابي بتتعب، بتقعد تقول حاجات why do you have to make it so complicated؟ اما هي هديه وخلصنا. why do you have to make it so complicated؟ هرجع في كلامي. وفي الاخر تقول لي انت بتوفر ثينك كل حاجه. في كام هديه ما عجبونيش، فبقيت احس انه لا. مين اللي جاب لك الهدايا دي؟ قول لي ما حدش يجيب لي هديه عشان بحس ان انا ما اتبسطتش. يعني انا من نوعيه الناس اللي الحاجه بتبان والله بجد بحس فعلا، يعني انا الحاجه بتبان على وشي. طب دي بان على وشك ان انت مبسوطه. ايوه ماشي، ما انا عارفه، ما دي انا ما بقدرش بقى اتحكم في وشي. مثلا لو الحاجه ما عجبتنيش ببقى حاسه ان انا شكرا، ببقى صفرة، بيبقى باين. مش مهم. let's enjoy the moment. صح. شكرا قوي بجد، كانت حلوه فعلا، عجباني قوي. عقبال ال 20k وال 30 وال 50 وال 100 بقى ان شاء الله. والله انا مبسوطه ان انتي في حياتي. يلا. هي جايبه كفر نفس الكفر بتاعي احنا كنا جايبين سوا، على اساس ان انا كنت هوريهولكم يا جماعه. استنوا. كنا هنبقى ماتشي ماتشي بس عايزه اوريهولكم. صح. انا دلوقتي بقيت بستعمل التليفون ده كميكروفون علشان واي نوت. بصوا زي بتاعي بالظبط. ماتشي. so happy you loved it. ايوه عجباني قوي، كل شويه عماله ابص عليها. فاكره لما قلت لي سنانك لولي، بقيت حاسه ان كده هو اللي هو بان اللولو الحقيقي ان شاء الله. شكرا قوي بجد. طلعنا للصهد. هلو جايز. بس يا جماعه it was nice meeting here today. والله ميتو as usual. الحمد لله. الحمد لله صاحبي. كنت عايزه اصور وقلت لها ايه ده؟ ازاي ده حصل. قلت لها انه عايزين نصور تيك توك لسيلانترو، علشان هو ده المكان اللي احنا حرفيا كل مره بنيجي فيه بنطلب نفس الطلب ونقعد. المهم قعدنا وطلبنا وشربنا وكلنا وقمنا مشينا، وما عملناش اللي احنا كنا عايزين نعمله. I don't care. انا اللي كنت عايزه اعمل ده. تعالي استنى.